السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي لوك اند كوك. معانا وصفة سهلة واقتصادية، وصفة الحلة الواحدة، مكرونة بالكفتة. يلا نلوك عشان نكوك إن شاء الله. الوصفة بتاعتنا سهلة. كفتة هنحط عندنا المقادير كلها هكتبها لكم في صندوق الوصف. بنحط البصل على اللحمة، جزء منه، ونخلي معلقة واحدة، وده بقسماط نرشه عليها، وهنا بقدونس، ملح وفلفل وكزبرة ناشفة وبقدونس، والصلصة والفلفل بقى والمكرونة دول هيتعملوا في الصلصة اللي هنحط فيها الكفتة والمكرونة. بنقلب الخليط ده كويس قوي. احنا بنحتاج بصلاية مش كبيرة قوي، وسط، ده ربع كيلو لحمة. حطي عليه بصلاية وفص توم واحد عشان ما تبقاش حامية في الحر، وتروحي تبشريها ناعم، تاخدي 3/4 وتسيبي معلقة منها بس هنحطها في الصلصة، نعمل بيها الصلصة. نخلطها كويس قوي قوي، وبعدين نبتدي لما تنعم في ايدينا نبتدي نعملها كور، كور قد بعضها كده، يعني قد الليمونه الصغيره كده الحلوه كده. يعني الوصفه دي جميله، وجبه متكامله حلوه. الولاد بيحبوا المكرونه، كلهم بيحبوا الكفته، فدي وجبه خفيفه وسريعه ومش هتاخد منك وقت خالص. وبعدين ربع كيلو ياكل ما شاء الله، يعني عيله مش قليله يعني ياكل. ممكن تزودي البقسماط شويه، انا حطيت معلقتين، ممكن تزودي 3 معالق عشان تزودي الكميه. 4 معالق مش هيأثر في طعم اللحمه، بالعكس هيخليها حلوه برضو. جيب الحله اللي احنا هنعمل فيها، او الطاسه او الوك، ويا ريت تكون حاجه ما بتلزقش، بتكون افضل يعني. بنروح حاطين فيها شويه زيت، ونحط الكفته، بننزل بالكفته كلها. يا ريت يعني تعملوا لي شير وتشتركوا في القناه وتعملوا لايك وتكتبوا لي كومنتات، ولو في حاجه انتوا حابيني اعملها يا ريت تقولوا لي عليها. القناه دي هتكبر بيكم ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله نعمل حاجه وصفات حلوه تفيدكم وتبقى بالنسبه لكم مرجع، وتسهل لكم شغلكم في المطبخ، لان شغل المطبخ بيحتاج صبر، وده بيسهل. هعمل لكم وصفات سهله وبسيطه، قديمه وجديده، ان شاء الله تفيدكم باذن الله. بنحمر الكفته وبنقلبها، وبعدين بنشيلها من الطاسه، وبننزل بمعلقه البصل اللي احنا شلناها من تتبيله الكفته. بننزل بمعلقه البصل، ممكن تزودي معلقه زيت كمان يعني عشان تحمري فيها البصل. مكان تحمير الكفته عشان الصوص والخلاصه اللي في الطاسه دي مهمه جدا لطعم الصلصه يعني. بنقلب بقى كده تشويحه خفيفه خالص، ما بياخدش لون ولا حاجه، يا دوبك كده بس تتقلب. وننزل بالفلفل، ممكن تحبي تزودي فلفل الوان زودي، يعني زي ما انت شايفه، لان طبعا الفلفل الالوان بقى غالي جدا، ويعني حسب امكانيات كل واحده، واللي بيحبه، في ناس ما بتحبوش، فبتنزلي بيه. وبعدين بتنزلي بالفلفل، هي فلفلايه رومي بنقطعها مكعبات، وننزل عليها بالصلصه. الصلصه دي برضو انا عاملاها عندي في البيت، يعني يا ريت كل واحده تعمل حاجات في بيتها، بتوفر عليها وقتها وتوفر عليها مجهودها، وخصوصا الستات اللي بتشتغل. بعد كده بنروح نازلين بالكفته، ونزود ميه لغايه لما تبقى زي ما انتم شايفينها كده. بننزل بقى بمعلقه هريسه صغيره، انا حطيت عن نفسي هريسه وملح وفلفل، ظبطت الملح والفلفل يعني للصلصه علشان ما تبقاش حاميه. تظبطي الملح زي حسب الرغبه، يعني الملح ده حسب الرغبه. وبعدين هننزل بالمكرونه. انا يعني حطيت سباكيتي، في ممكن تحطي المقصوصه، تحطي الملولوه، البنه، اي حاجه اللي يعجبك، وبالهنا والشفا ان شاء الله. وتعجبكم وصفه خفيفه جدا وظريفه واقتصاديه جدا جدا ومشبعه، وكل الاولاد بيحبوا المكرونه، وكل الناس بتحب المكرونه. وان شاء الله بتحطي بقى عقد الميه حسب تسويه المكرونه، ما تكتريش لان المكرونه ما بتاخدش ميه كتير، وبتوطي عليها. وبعد كده بتخلص زي ما انت شايفاها في الطبق كده، جميله جدا، بالف هنا وشفا، وان شاء الله تعجبكم. ونشوفكم في وصفه جديده ان شاء الله باذن الله.